عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الأيام بتاع رمضان يجي عليكم بصحة وعافية وخير وهنا انتم وكل حبايبكم يا رب. قصة النهاردة هكلمكم عن سلفتي. واحدة من صديقاتي بعتت لي على الخاص، هي في الجروب، تمام. قصتها مع سلفتها والسحر. هي كانت مع سلفتها كويسة جدا جدا. مفيش اي حاجة، كانت بتعتبرها زي اختها الكبيرة، هي صغيرة عنهم. وكانت بتعتبرهم زي اخواتها الكبار، وما كانتش بتأثر معاهم في اي حاجة، ولا هم مع ولا اولادهم. بس هم يعني اللي كان جواهم كان غير، كانت النية مش حلوة من ناحيتها. المهم ان هي كانت سلفتها دي دايما تحب تقعد معاها في شقتهم، يعني كان دايما عايزة تطلع عندها في شقتها، وتحب دايما تقعد معاها في الشقة، ودايما تحب تتكلم في سيرة الناس، يعني من الناس اللي بتتكلم في سيرة الناس. وهي البنت مش بتحب اللي يعني بتقول انا مش بحب اللي يتكلم في سيرة الناس، ولا بحب اللي يجيب في سيرة الناس. فهي من الناس اللي دايما تقعد تذم في دي وتذم في دي، وانا ببقى شايفه ان هي علاقتها حلوه بيهم، واقعد اقول ايه ده، يعني ده انت بتشوفيهم تحضنيهم تبوسيهم. بدأت مع الوقت ما تأمن لهاش، وتخف من عندها، وتخف رجليها من عندها، وتعاملها معاملة يعني عادية، يعني صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، والعادي يعني، فاهميني طبعا. بعد كده البنت حست ان هي سلفتها متغيرة من ناحيتها. فخدت بقت طريقتها مش حلوة معاها. سلفتها حست ان هي بتكلم سلفتها التانية عليها، او ان هما متحدين عليها مع سلايفها التانية. فهي بدأت تغير بقى، ان هي بتروح للتانيين ومش بتكلمني انا ومعرفش ايه، وهما مع بعض كويسين. فالبنت بدأت تشوف أحلام وحشة جدا، أحلام تشككها حتى في جوزها، تشككها في نفسها. حتى لو مصلية ومشغلة قرآن، بتشوف أحلام وحشة جدا جدا من كتر بشاعة اللي هي كانت بتشوفه. بتقولي مش قادرة اوصفهولك عشان ما تتخضيش، لكن انا كنت بتعذب وانا نايمه، بالذات لما كانت تزعق او تتخانق معايا، على الفاضيه والمليانه وتعمل مشكله. كنت بزعق واتعصب في اليوم ده، انام لازم اتعذب وانا نايمه. كنت بشوف حاجات وحشه جدا، حتى من غير ما اكون نايمه، حتى وانا صاحيه. وصلت لدرجة صعبة جدا جدا، ان انا ما عدتش طايقة نفسي، ولا طايقة ولادي، ولا طايقة جوزي، ولا طايقة بيتي، ولا طايقة حياتي. حاولت كتير ان انا انتحر، حاولت كتير ان انا اموت نفسي، ومندهشة رغم ان انا بصلي وعارفة ربنا كويس قوي، لكن مش قادرة اصلي، مش قادرة. يعني الدعوة بتبقى على لساني، مش عارفة انطقها، يعني اقول يا رب انت حاسة ان انا عاجزة، حاسة بالعجز من كل حاجة. وصل معايا لدرجة الجنون، اللي انا بقيت حاسة ان انا اتجننت. بشوف حاجات غريبة، بتحصل لي حاجات غريبة. آه مش طايقة ولادي، بتعصب عليهم، بحلم احلام وحشة بولادي، مش قادرة، مش عارفة. يعني انا ممكن اشوف جوزي بيبقى واقف جنبي وانا بتعذب، او انا بتضرب في الحلم، واقول له ساعدني ساعدني، مش ساعدنيش. انتوا متخيلين يعني الشك يوصل لفين؟ كان من كتر ما هو يعني الحلم كانت بتبقى حاسة حقيقة، ان هي كانت بتقوم تدور ان جوزها موجود معاها ولا لا. يعني بتقول انا كنت بقوم ادور شوف جوزي موجود يعني الاقيه مشى، راح الشغل، بيروح الشغل بدري. فحياتها اتلخبطت، حياتها اتدمرت، لحد لما لفت كتير قوي قوي على فكرة على شيوخ. يعني بتقول انا لفيت كتير جدا جدا على شيوخ، ورحت لشيوخ كتير جدا، ناس بتوع جوامع وكده، بيقولوا لي شوية يقولوا لي القرين، وشوية يقولوا لي
صلي واقرأي قرآن، وشوية يقولوا لي ده مس، وشوية يقولوا لي ده حسد. بقيت محتارة، مش عارفة اعمل ايه، ومش عارفة اعزل من البيت، مش عارفة اعمل ايه، لحد لما شفت بعيني مية مكبوبة، مية مكبوبة لونها مش طبيعي، بدل المرة كم مرة، وبالذات قدام شقتي انا. قولوا لي اعمل ايه، انا مش عارفة اعمل ايه. انا بقيت متأكدة، ولدرجة ان انا كنت بشوفها في احلامي وهي بتيجي تكب لي مية في احلامي. كنت دايما بحلم بيها ان هي بتجري ورايا، وان هي عايزة تأذيني وعايزة تضرني. دايما كنت بحلم بتعابين وحشة في شقتي، تعابين كبيرة. قولوا لي اعمل ايه، انا مش عارفة اعمل ايه. يا ريت تفيدوها. انا بقولك حاولي تعزلي من البيت، انا بقولك حاولي تعزلي من البيت وعالجي نفسك بالقرآن، وربنا هيقف جنبك وياخد بايديكي. ربنا يشفيك يا رب ويعفو عنك من اللي انت فيه بجد، لانها حاجة صعبة جدا. انا حاسة بيكي قوي، لكن نصيحتي ليكي حاولي انك تعزلي من البيت. مش هترتاحي الا لو سكنتي في مكان بعيد عنها وتعالجتي. لازم تعزلي من البيت الاول وبعد كده تتعالجي. ويا اخواتي اتمنى تفيدوها برأيكم، واكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه. انا رأيي انها تعزل من البيت، رغم انها بتقول صعب ان احنا نعزل من البيت، انتوا شايفين الغلا اللي احنا فيه، ولكن هو ده رأيي. مش هترتاح غير لو سكنت في بيت تاني. ايه الحل؟ اللي عنده حل يكتب في الكومنتات.